تعالي تعالي رايحة فين؟ تعالي قمري العيش على البوتاجاز وهاتي كمان معاكي كوباية فول مدشوش. عارفة الفول المدشوش اللي هو فول البصارة يعني؟ أيوه هو ده. هناخد بس كوباية واحدة بس، وتعالي أقولك هنعمل إيه. هنعمل أكلة في منتهى الجمال من أكلات زمان، موفرة وسهلة وبسيطة جدا. ويلا بينا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا تعالي ناخد الطماطم بتاعتنا ونضربها في الخلاط وبعد كده نصفيها وتطلع بالشكل ده. تمام، احنا مش عايزين فيها قشر ولا بذور. وبعد كده هاتي بصلاية صغيرة وقشريها وبعد كده تعالي نفرمها وبالشكل ده. وبعد كده هنحتاج توم، بس اوعي طبعا تعملي راس التوم كلها، احنا عايزين حبة صغيرين جدا، بصوا كمية قليلة بس مش اكتر من كده. نفرمها ونجهزها. وبعد كده ناخد معانا كوباية من الفول المدشوش، عارفينه اللي هو فول البصارة يعني. هنستخدم معانا مقدار كوباية واحدة بس. ويلا بينا نجيب المصفى ونبتدي نحط فيها كوباية الفول. احاول بقى ان انا انقيه او انضفه، ممكن تلاقي فيه قشر الفول، ممكن تلاقي فيه، انا لقيت فيه بذور اللي هي الذره اللي هو ذره الفشار. المهم اي حاجه فيه ممكن تكون غير الفول تبتدي ان انت تطلعيه منها وتنضفيه تماما. بعد كده هغسله كويس وبعد كده هبتدي ان انا اقف شويه ميه. وبعد كده هضيف عليه رشة بسيطة جدا من الكربونات، عارفين الكربونات اللي هو كربونات الصوديوم. ديت رشة بسيطة جدا، دي بتمنع أي حاجة من السموم اللي هي بتكون بتاعة البقوليات، بتنضفه كويس جدا. وفي نفس الوقت بنتخلص من الحاجات اللي هي بتسبب موضوع الانتفاخات. هنقعه تقريبا هي ربع ساعة. وبعد كده نجيب معانا حلة على النار، هضيف فيها حاجة بسيطة جدا من الزيت. وبعد كده قطعة من الزبدة هنزل عليها البصل اللي احنا كنا بشرناه. هقلبه كده تقليبة والتانية احس ان هو ابتدى يدبل معايا. بعد كده هنزل عليه الثوم اللي احنا فرمناه، وهبتدي ان انا اقلبهم كلهم مع بعضهم بالشكل ده. انا مش هخليه طبعا يتحمر معايا او ياخد لون، انا مجرد يتشوح. احس الريحه بتاعه الثوم طلعت، انزل عليه على طول بالطماطم بتاعتي. اقلبه تقليبه والتانية كده. ويلا بقى نجهز التوابل. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من البابريكا. وبعد كده هضيف معايا الملح. وبعد كده هضيف معايا نص معلقه صغيره من السكر. بس وهي دي التوابل بتاعتنا كلها. يلا ناخد التوابل الجميلة دي ويلا ننزلها على الطماطم اللي احنا حطيناها على النار. يلا هديهم تقليبة كلهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هغطيها واسيبها لحد ما تتسبك معايا، بس نص تسبيكة مش كتير. طبعا الفول بتاعنا فخلاص احنا نقعناه حاجة بسيطة جدا، هي تقريبا ربع ساعة زي ما قلت لكم. مجرد بس احنا اتخلصنا من السموم اللي جواه. هبتدي بقى ان انا اشطفه علشان طبعا عليه كربوناته، هشطفه كويس جدا واصفيه بالمنظر ده. وتعالوا كده نبص بصة ونتأكد نشوف الطماطم اتسبكت معانا ولا لأ. هي خلاص كده اتسبكت، يلا هنزل معانا بالفول. هقلبه كله مع بعضه بالشكل ده. بعد كده هغطي الحلة بتاعتي وهخليها تاخد غلوة واحدة وهقلبه وبعد كده اغطيه تاني. وبعد كده اهدي النار عليه تماما. بصوا كده دي مرحلة التسوية بتاعته وخلاص استوى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحس ان الحباية انت شايفاها. يلا نقدم بقى ونشوف الطبق بتاعنا الجميل السهل البسيط ده. بصراحة طعمها طلعت تحفة جدا. أكلة كده من أكلات زمان الممتعة جدا اللي تحس إن انت رجعتي بيها لأيام زمان. تتقدم كده مع طبق سلطة أو عايزة تحطي بطاطس محمرة زي ما تحبي. وشوية عيش بلدي كده وكلي واستمتعي بأحلى أكلة في الدنيا. فعلا هي أكلة بسيطة وسهلة جدا، بس على فكرة كلها قيمة غذائية عالية جدا. وفي نفس الوقت هتحبيها قوي. من الأكلات الاقتصادية والسريعة في نفس الوقت، استمتعي بأحلى أكلة في الدنيا.